السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخدكم في جولة كده لحي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان. الأول هنتكلم عن الموقع. الحي هو شرق العاشر، آخر حي في العاشر من رمضان. يعني أنت لو جاي من طريق إسماعيلية تدخل أول مدخل يقابلك لمدينة العاشر. الطريق ده على طول هتلاقي الحي. احنا دلوقتي ماشيين في طريق وسط العاشر، طريق اللي هو بتاع مع التكنولوجيا. لآخره خالص مصنع فريش اللي فات ده بنخلصه بنلاقي بناخد يمين مع الطريق كده ونلف ونرجع تاني، بحيث يبقى الصحراء كده على ايدينا اليمين، والعاشر او منطقة البي فور بتبقى على ايدينا الشمال. ده الدوران اهوت. بعد ما دخلنا يمين لفينا الدوران ورجعنا تاني، بيقابلنا بقى البي فور على ايدنا الشمال والحي ال12 ورا البي فور بالظبط. اليمين دي كلها أرض فاضية. بتكمل في الطريق ده على طول، ده يعتبر الطريق الوحيد للحي. ده المرور الجديد يا جماعة جنب الحي بالظبط، ده اتنقل بقاله سنة شغال بالظبط. اللي عاوز يبقى يجي المرور، لأن اللي اتنقل من المجاورة 13 جه جنب الحي هنا. بتمشي في الطريق ده على طول كده بيقابلك أول مدخل للحي ده قدام الحي ال12. الحي ليه مدخلين، حي في الأول ده اللي هندخل منه دلوقتي، والمدخل التاني ده في نص الحي بالظبط، آخر الحي ال12 وأول الحي ال16. يعني يعتبر المدخل اللي في النص ده هو ده الرئيسي يعني. بس احنا هنجيب الحي من أوله كده. دي مساكن عثمان في الحي ال12. انت الطريق يعني ما يتوهش. ده كده المدخل، أول مدخل ليه. المنطقة اللي انتوا شايفينها دي فيها جامع كده لسه بيتبني، دي يعتبر بيقولوا عليها ال500. ده أول الحي. هو متقسم الحي هو 569 عمارة. فالأماكن فيه اللي هي يعني يقول لك أنا في ال200، أنا في ال300، أنا في ال500. ده عدد العماير يعني لو حد مثلا ساكن في البيس العاشر، أول ما ادخل بره بتدخله في وشك على طول صينية مصر النور، على طول في الوش خالص هو الحي هتلاقيه في آخر الطريق بالظبط، لأن هو يعتبر ده شرق العاشر. الحي مبني على 300 فدان. في حوالي 11300 شقة. طبعا زي ما احنا قلنا في 569 عمارة، 90 متر، كلهم 90 متر. في شقة تانية 75 متر هنشوفها في الجولة دلوقتي واحنا ماشيين. وفي لسه إنشاءات شغالة فيه. بالنسبة للمدارس، في مدارس ابتدائي وإعدادي وفي حضانات. معظم الخدمات. المدرسة الثانوي لسه بتتبني، هو لسه الحي جديد ولسه الإنشاءات شغالة فيه. حوالي 40% من الشقق ساكنة، فيعتبر الحي لسه جديد. من أجمل الأحياء بصراحة في العاشر وأكبرهم كمان. المنطقة دي منطقة الميتينات اللي انتم شايفينها دي يعتبر المنطقة الحية في الحي كله يعني. دي فيها لأن السنتر اللي شفتوه ده فيه كل الخدمات بصراحة وشغال يعني. المنطقة دي عمرانة شوية. بالنسبة لشبكات المحمول هناك كلها شغالة هناك، مفيش أي مشكلة خالص. التليفونات والنت والأرض والحاجات دي يعني هم شغالين عليها، ممكن في خلال شهر يكونوا اللي ساكن يعني اشتغلت. هتلاقي البوكسات بتاع التليفونات والكهرباء كل الخدمات يعتبر شغالة، مفيش أي مشكلة. المواصلات، ليه مواصلات من الأردنية، في باص كده بيطلع من هناك. كل منطقة كده زي السوق التجاري اللي شايفينه ده لسه ما تسلمش يعني. احنا قلنا السوق التجاري اللي في ال200 ده هو اللي شغال كويس جدا، ويعتبر هو اللي فيه كل الخدمات. كل منطقة كده ليها سوق تجاري أو سنتر بيخدمها. الحي ده بيتميز عن أي حي تاني بصراحة في العاشر من رمضان. مساحته حلوة قوي وتقسيم العماير فيها زي ما انتم شايفين كده. بين العمارة والعمارة مساحة كبيرة. الشوارع واسعة غير أي حي تاني يعني. دايما نقول حي 16 ده هو أغلى حي في العاشر، مش عارف ليه. أنا شايف الأندلس بصراحة ممتاز يعني. شايفين
المساحة قد ايه، البارك قد ايه بين العمارات. تدخل اي حي تاني تلاقي العماير كده زي علب الكبريت. دي حضانة برضك تحت الانشاء. كل هم مش مبطلين يا جماعة بصراحة شغل. شايفين البارك عامل ازاي، مساحة بين العمارة والعمارة، يعني بحيث يبقى انت في عمارتك مش جارح جارك خالص ولا جارك جرحك كمان. الشوارع واسعة. ده اللي بيتميز بيه بصراحة الحي الأندلس، تحس اللي هو تصميم كده يعني بصراحة ممتاز. 75 متر. هي لسه ما اتسلمتش. الحي فيه 90 متر و75 متر. دي كده. ده زائد لسه اللي بيتعمل ده جديد ورا برضك، هو لسه شغالين فيه تحت الإنشاء. أسعار الشقق بصراحة يعني من سنة، هو الحي كان من سنة غير كده خالص بصراحة. السنة دي لا اشتغل وتمام، والأسفلت وكله لا تمام. أسعار الشقق فيه كانت السنة اللي فاتت بيتكلموا في 130 وفي 100، اللي بيبيع يعني بيستلم شقة ويبيعها بيتكلم في 130 140 كبرها. السنة دي بيتكلموا في 300 ألف. الأسعار زيادة شوية. بس هو بصراحة يعني كمباني ممتازة. التقسيم بتاع الحي ذات نفسه ممتاز. احنا كده خدنا جولة سريعة فيه، هنخرج دلوقتي. ده المخرج اللي في المدخل اللي هو في نص الحي بالظبط. اللي في وشنا ده بردك آخر الحي 12 وفي أول الحي 16. هسيب لكم تحت في الوصف لينك يدخلك على فيديو كده تشوف خطوات تركيب العدادات المية والنور والغاز والحاجات دي، عشان توفر على نفسك وقت كبير. والأوراق المطلوبة كمان لو حابب تشوفه ضغط عليه وهيدخلك على اللينك تشوف الفيديو. نشوفكم في فيديو جديد. شكرا ومع السلامة.